وهنا عملنا الجلاش بطريقة جميلة تحفة. اي بنوتة صغيرة تقدر تعمله، اي عروسة جديدة دخلت المطبخ تقدر تعمله، جميل خفيف حلو. تعالوا نشوفوا عملنا ازاي. مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم ايمي من اكلات بسيطة مع ايمي. هنعمل النهارده جلاش بطريقة خفيفة جميلة. معايا نص كيلو لحمة، معايا بصلتين مفرومين، معايا فلفل اسود و7 بهارات. تعالوا نشوف هنعمل ايه. في طاسة على النار بكون مسخناها وانزل باللحمة، بديها صدمة وافضل اقلب فيها لغاية ما لونها يغير. زي ما انتوا شايفين حبايبي. انت هنا حابة تحطي مادة دهنية براحتك. انا بحب الطريقة دي. سوري، بحب الطريقة دي لان بتبقى خفيفة جدا، لان لسه هحط مادة دهنية في الجلاش. بفضل اقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما لونها يتغير معايا. انا مش عايزاها، انا عايزاها بس تنشف من السوائل اللي هي فيها. هنقلها على عين البوتاجاز الكبيره لان البوتاجاز عندي بيطفي. زي ما انتم شايفين لونها غير خالص. هنزل هنا بقى بالبصل. هنزل بالبصل. لو انت عايزه تزودي التعصيجه بتاعه اللحمه دي فلفل الوان تمام، بس انا بحبها هنا كده خفيفه عشان احس بطعم اللحمه. هفضل اقلب في البصل لغايه ما لونه يدبل تمام. زي ما انتوا شايفين هفضل اقلب فيه. هنا هحط التوابل، الفلفل الاسود و7 بهارات. عندك جوز الطيب حطي، انا ما كانش متوفر عندي. سنة قرفة بتوديه في حتة تانية. بتوديه التعصيجة برضو في حتة تانية. القرفة جميلة جدا بس انا للاسف ولادي مش بيحبوها تمام. هنا وبعد ما لونها، انا عايزه اقولك الكاميرا برضو ظلمها لان الكاميرا والتليفون عندي برضو بيعلق تمام. انا هنا سويتها خلاص. هنزل بقى بالماده الدهنيه. انا عندي هنا معلقه زبده، معلقه مكعب زبده حلو يعني، ومعايا معلقه سمنه. انت مش متوفر عندك زبده، انا كان متوفر. مش متوفر يبقى معلقتين سمنه كبار ومعلقتين زيت بتاع نص كوبايه، يعني نص كوبايه، ومعلقه زيت. زيت بس ما يكونش ليه ريحه، زيت حلو يعني. الزيت هنا بيدي توريقه خفيفه، انا بحب احط له زيت معلقه يعني ما بكترش. هنا بدهن الصينيه او الصاج اللي هتعملي فيه. عايزه اقولك حاجه هنا بقى، الجلاش المتفرز وحش جدا 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 جدا. يعني انصح كل اخت كده لما تعمل جلاش ما تعملوش متفرز. المتفرز ده بيبقى، لان طبعا الجلاش معروف ان هو دقيق وميه. اما يكون فريش بيبقى حلو جدا. انا يعني يمكن اول مره استخدمه متفرز تمام، بس مش حلو خالص خالص بامانه، متقطع ومش حلو خالص. يعني طول عمري بجيبه من عند بتاع الكنافه فريش، بيطلع جميل وحلو قوي. بحط رقين وبدهن الماده الدهنيه بتاعت السمنه، وبحط رقين تاني وبدهن الماده الدهنيه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين مش بكتر سمنه عشان يبقى خفيف، يعني يبقى خفيف حلو على المعده. ولما عملت التعصيجه من غير ماده دهنيه بتبقى جميله جدا، بستكفي بالدهون اللي في اللحمه. عايزه تحطي سمنه في التعصيجه حطي، لكن انا بقلل الماده الدهنيه علشان يبقى خفيف ما يبقاش تقيل. بالنسبه كمان ان الجو حرر فيبقى حلو يعني. زي ما انتوا شايفين معايا انا بفضل احط رقين لغايه ما اوصل لنص الكميه بتاعه الجلاش. شايفين؟ انا عايزه اقول لكم بامانه غلبتني عقبال ما عملتها، يعني متقطعه كلها. بس المقطع ده انا بداريه في النص زي ما انتوا شايفين معايا بيتدارى يعني.
هنا بقى بحط الورقة الاخرانية ما بدهنهاش سمنة. بحط التعصيجة او اللحمة وافرشها وافردها على الصاج. عايز اقولك اللحمة هي ببساطتها كده خفيفة وجميلة جدا من غير اي اضافات، بأمانة من غير اي اضافات. حلوة اوي، هي البصل والفلفل والتوابل الخفيفة حلوة اوي. بتبططي اللحمة هنا. الحركة دي ما تخليش اللحمة تخرج من الجلاش. بس برضو ارجع اقولك للاسف عشان الجلاش اللي انا كنت عاملة بيه متفرز برضو مش حلو. لو جبتيه فريش هيبقى اجمل كمان. وبنزل بورقتين طبعا، هنرجع نفس العملية الاولانية ورقتين وهدهن ايه المادة الدهنية اللي هي السمنة لغاية ما نخلص الكمية ونشوف مع بعض نعمل ايه. بدهن ورقتين برضو، ورقتين واحط سمنة. احط ورقتين تاني لغاية ما اخلص الكمية كلها. هي الجلاش هنا كان حوالي نص كيلو او 500 جرام. هاجي على الوش هنا خالص لما اقرب لاخر ورقة في وش الصينية. تمام. انا بقطع الصينية، ما بدهنش الورقة الا لما اقطع الصينية عشان اعرف اتحكم في التقطيع. هتشوفها معايا. عايزه اقول لك كل ما احط ورقه او ورقتين بيبقى فيهم ورقه متقطعه. وهنا اخر ورقه هنا اهي. انا بحاول ايه ان انا يعني استف الصينيه ما فيش يبقى الورق المتقطع ده يبقى من الداخل من جوه يعني. هبتدي اقطعها بقى. التقطيع هنا حسب راحتك، عايزه تقطعيه كبير تقطعيه صغير ده يرجع لك. يعني انا هنا هقطعها حوالي 12 قطعه، مع ان الصاج اللي انا عاملاه ده 30 في 40 ممكن يتقطع 15 وممكن يتقطع 20 كمان، بس احنا بنحب القطعه كبيره كده يعني. انا قطعت هنا حوالي 12 قطعه. تمام. زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهدهنها هدهنها السمنه. هدهن الجلاش هنا بقى من على الوش السمنه، واحاول ادخل بين الفراغات اللي انا قطعت سمنه زي ما انتوا شايفين كده. وادخلها الفرن على حراره 200 او اعلى حراره في الفرن، تاخد تشميعه ونشوف هنعمل ايه. تمام. وهنا بقى التشريبه. انا معايا كوبايه لبن، معايا بيضتين، معايا فلفل اسود وملح. هنا لازم تضربي البيض يعني تضربي جامد، تربيه جامد علشان ما يعملش تكتلات في وش الصينيه اللي احنا هنضيفه على اللبن. تمام. هحط الفلفل واحط نص معلقه صغيره ملح، وهضربهم في بعض واحطهم على اللبن. تمام. وهنزل هنا بقى بنص معلقه بيكنج باودر. تمام. وهنزل بحبه السمنه اللي اتبقوا مني. سوري. بيدوا برضو تست حلو. هنا الصينيه انا طلعتها بعد ما خدت تشميع حوالي دقيقتين او 3 دقايق، وسقيتها بالتشريبه دي. جميله جدا وحلوه خالص. هنشوفها بقى لما تطلع مع بعض قد ايه جميله. هتشوفوها معايا. هدخلها هنا، هوطي الفرن حوالي على 160.
شايفين بعد ما طلعت شكلها حلو ازاي وجميلة. بقطع طبعا التقطيعة بعيد عليها تاني. شايفين شكله عامل ازاي، ولا ريحته كانت جميلة جدا جدا جدا، تحفة بجد، خفيف وحلو. شايفين شكله، شايفين مورق ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عايزه اوريكي برضو قطعه حلوه ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام.